تصور تكون واحد النهار واحد الراقي اللي معروف بزاف وحافظ كتاب الله ومعروف على الصعيد الدولي، وغادي يجيك واحد الاتصال انه كاين واحد المرأة مسنة وفقيرة مسكينة ساكنة واحد البيت اللي فيها كتوقع فيها بزاف ديال الاحداث اللي غريبة جدا. وغتمشي انت غتستجب للنداء، غتمشي عندهم باش تلقي ديك الدار وتخرج من الجن او السحر اللي فيها، ولكن داكشي اللي ما غادي تكونش عارفو غادي تتم النهاية ديالك على يد الجن. هادشي اللي وقع لبغدادي وصاحبه الجريدي في المنزل المهجور او المنزل المسكون. اذا الا بغيتو تعرفوا جميع الاحداث غيبقاو معنا حتى الاخر وغتعرفوا هاد القصه هادي. اذا خوتي نطلب منكم واحد الحاجه، الناس اللي مشتركين نتمنى انكم تحيدوا داك الاشتراك وتعاودوا تردوه، حيت بزاف ديال الناس ما كاع ما كيتوصلوا بالاشهار ديال الفيديوهات ديالنا. اذا عاودوا اشتركوا مره اخرى من جديد باش توصلوا بجميع نوتيفيكاسيون ديال القناه. اذا ما تنسوش تخليو لنا واحد لايك الفيديو، غير لايك، وشي كومونتير على هاد القصه هادي اذا كنتو عارفين عليها شي حاجه اخرى. ويلا نبداو القصه على بركه الله. هذه واحد العائله كتكون من 3 ديال الافراد، الام وجوج ديال الابناء. واحد النهار بحال كاع الايام غادي ينوض داك الابن الاكبر وغادي ينزل واحد تحت واحد السرداب من تحت الدار ديال ديك، تحت الدار ديالو. ففعلا فاش نزل تمايا من داك النهار غبر، جاو الناس كيقلبوا عليه، هبطوا لداك السرداب بداو تيضروا فيه حتى عياو، ما لقاوليش الاثار. ومن بعد داك النهار تقريبا دازت عامين هو يرجع داك الدري، ولكني كان في واحد الحاله لا يرثى لها، يعني واحد الحاله اللي خايبه بزاف، كان بحال اللي كنقولوا مختل عقليا، ما بقاش في راسو. ف فاش كيجيو الناس كيعاودوا كيقولوا الام ديال داك الابن شنو وقع ليه وشنو هذا، كتقول لهم ان هذا الابن هذا راه كان بصحه زوينه، وهو هذاك حتى نزل هذا السرداب وقع ليه هادشي. فبدا كيتكلم الاخ الصغير ديالو، قال لي واحد الدار هذه راه مسكونه، واحد النهار صرات لي واحد القصه اللي خايبه بزاف من بزاف ديال القصص. يعني كنت كنصلي صلاه العصر عادي جدا واحد شويه، ويدوز قدامي واحد القط كحل، يعني حنا ما عندناش خطوط كحل في الدار. فعلا استغربت، كملت الصلاه ديالي ونط عنده، هزيت واحد العكاز وبقيت كنحرك، ولكن لقيته بحال اللي ميت. وفكرت انني خصني نضربو واحد الضربه اللي مجهد باش الا كان مازال ناعس يفيق. فعلا ضربته ضربه مجهد، وفاش ضربته ديك الضربه هو ينوض عندي مفزوع وبدا تيغوت، تيدير واحد الغوته اللي في شكل بزاف، وبدا كيشوف فيا، يعني واحد الشوفات كون كان بنادم كون جا عندي ضربني ما فيهاش. داز ديك القصه. واحد النهار صرات لي واحد القصه اخرى عاوتاني، كنت جالس بوحدي في الدار، يعني تقريبا جوج ديال المغرب، وبدا شي واحد كيدق في الدار، وقلت انا يقدر تكون غير ماما اللي رجعات ولا هذا. ففعلا مشيت انا كنجري باش نحل، قربت الباب وحليت الباب، ولكن الغريب في الامر ما كان لقيت حتى واحد قدام الدار. واللي الغريب في الامر اكثر من هادشي انني فاش قربت البواني ديال الباب كان باقي الدقان في الباب. يعني هادشي كيأكد ان الدار مسكونه ولا فيها شي روح شريره ولا شي حاجه. فبداو تيفكروا دوك الاهل ديال ديك القريه، قالوا اننا خصنا نعيطوا للراقي البغدادي وهو صاحبه. فعلا عيطوا ليه، والراقي ما قال لهمش لا، استجب لداكشي وجا البلاد ديال تونس، يعني هاد الاحداث واقعه في تونس، وجا لعندهم ووصل ديك القريه، نعتوا ليه ديك الدار، مشى عندها وصل ديك الدار. فاش وصل ليها الغريب في الامر لقى ديك الدار انها قديمه بزاف، يعني ما كتصلحش حتى للسكن. وبدا كيدق في الباب وخرجت ليه واحد المراه كبيره. فعلا دخلوا للدار ووصلت العشيه، بداو صحابو تيقراو صور من القران. واحد شويه يتوقع لهم واحد الحاجه اللي غريبه، وسط ديك جوه ديال المغرب بداو كيسمعوا شي واحد كيتمشى في الطبق اللي فوق منهم. عيطوا لديك السيده سولوهم، قالوا لها واش كاين شي واحد في الطبق اللي فوقكم؟ قالت لهم لا، حيت اصلا ما كاينش الطبق اللي فوق منا. بداو كيشوفوا بعضياتهم وطلعوا الفوق كاع،
يعني كاين بحال الشكل ديال القرمود. طلعوا فوقو، والغريب في الامر انه لقاو الاثار ديال شي واحد كان كيتمشى تما بالفعل. فبداو كيشوفوا بعضياتهم ورجعوا عاوتاني بداو كيقراو واحد شويه، ويطرى لهم واحد الحاجه اللي غريبه بزاف. واحد القط كحل وهما تيقراو داز من بيناتهم من وسطهم وداز وبدا كيشوف فيهم. شاف البغدادي ويدوز داز مشى شي الكوزينه، ناض الجريدي تبعو. ولكن الغريب في الامر اكثر من هادشي انه ما لقاش داك القط، بحال اللي بلعاتو الارض. ففكر البغدادي والجريدي انهم يرجعوا حتى لغد ليه ويعاودوا يرجعوا ثاني يقراو مره اخرى عاوتاني ما تيسر من القران. فعلا لغد ليه رجعوا وبقاو جالسين عاوتاني حتى العشيه، وبداو عاوتاني القراءه ديالهم. بداو تيقراو ونفس الامر ما كاينه حتى حاجه. قليل فين كتحدث معاهم شي امور اللي غريبه. واحد شويه هو يفكر البغدادي انهم خصهم يرجعوا للبلاد ويشوفوا شي طريقه اللي يتخلصوا من هاد الجن، حيت هاد الجن اللي كاين هنا راه صعاب. فعلا رجعوا للبلاد ديالهم. وصل تما البغدادي، ومع وصل كان عيان بزاف. وصل وتكا شويه، وفاش تكا هو يحلم بواحد الحاجه اللي خايبه بزاف، انه رجع لديك الدار ومشى عند واحد السرداب كاين من تحت الدار ديال ديك المسنه، ودخل ليها ولقى بزاف ديال الناس كيسينوه. فعلا فاق مفزوع. عيط على صاحبو الجريدي وقال ليه شنو قال ليه صافي راه خصنا نرجعوا دابا لديك الدار. فعلا رجعوا لديك الدار ديال ديك المسنه ودخلوا ليها. قال لهم واش عندكم شي سرداب من تحت الدار هذه؟ قلت لهم مسنه هي فعلا راه كاين عندنا سرداب هنا. قال لهم يلا وريوني دابا نيت. وهبطوا لداك السرداب ودخل ليه الراقي البغدادي مع الجريدي صاحبه. دخلوا لداك السرداب، بقاو غاديين واحد شويه ما بقاش كيبان لهم داك الباب منين دخلوا. يعني داك الباب منين دخلوا اختفى، اولا ديك البوابه اختفت نهائيا. يعني هنا عرفوا انهم دخلوا العالم ماشي العالم ديالهم. بقاو غاديين واحد شويه هما يخرجوا واحد البلاصه فيها غير الصحراء اللي كبيره بزاف، واحد الشمس اللي قاصحه. بقاو غاديين في ديك الصحراء وما عارفينش حتى فين يمشيو. واحد شويه هما يشوفوا واحد الدار اللي كبيره وقديمه. بقاو غاديين ليها تقريبا. ديك الدار كانت كتبان بحال الشكل كينبعث منها واحد الضوء اللي بحال الشكل ديال العافيه. بقاو غاديين ليها. كانت ديك الساعه العشيه ما وصلوا ليها حتى المغرب. فاش وصلوا تما لقاو الناس كيلعبوا وكيضحكوا بحال الشكل ديال العرس. ولكن الغريب في الامر ان دوك الناس ما التفتوا ليهمش كاع، ما كانوش كيشوفوا فيهم كاع. واحد شويه ويقول له الجريدي يلا ندخلوا حتى حنايا ونجلسوا معاهم، حيت هما دابا ما كيشوفوناش. ولكن قال لي البغدادي هادو راه جن، هادو راه ماشي بشر بحالنا. فعلا هما راه جن، راه ماشي بشر. وجلسوا معاهم. فاش يلاه بغى يجلس البغدادي قال يا بسم الله. واحد شويه ويطرى واحد الامر اللي غريب جدا. كاع داكشي اللي كان تما وداك العرس وداكشي اختفى مره ما بقاش. فعلا عرفوا انه جن 100%. وخرجوا من ديك الدار، بقاو غاديين في ديك الليله ونعسوا في ديك الليله في ديك الصحراء في داك الخلا. وفي الصباح ويجي عندهم واحد راجل اللي كيبان كبير بزاف، وتبارك الله عنده واحد الجسم اللي عظيم، وركب واحد الناقه عنده واحد الشاب فوق راسها، وفوق الدبان، يعني بحال كانت مضروبه ولا وقع على شي حاجه في راسها. فقال لهم شكون جابكم لبلادكم؟ هاد البلاد هادي ماشي ديال بني ادم. فقال لهم شنو قالنا. قال لهم داك الرجل الكبير انكم غترجعوا منين جيتوا وما غاتعاودوش ترجعوا لهنا. قال لهم ولكن ديك البلاصه منين جينا راه ما ديك البوابه اختفت. قال لهم غير سيروا، راه ديك البوابه راه غتلقاوها تما، ولكن نحذركم واحد الحاجه، ما تدوروش ولا تشوفوا داكشي اللي موراكم. فعلا مشاو وصلوا لديك البلاصه، غادي يلقاو واحد الكلب، ولكن الكلب ماشي عادي، الصحه ديالو كلب ولكن وجهه بحال وجه ديال بنادم. فشافوا فيه ولكن ما بغاوش يحكروا عليه، وزادوا دخلوا لديك البلاصه. واحد شويه الجريدي
ويسمع واحد الصوت ديال البغدادي اللي فظيع جدا، يعني بحال اللي كيغوت. هنا عرف الجريدي ان صاحبه راه شاف موراه داكشي، باش وقعت له هادشي ولا ضربوه الجن ولا شي حاجه. فعلا هو مبغاش هو يوقع له بحالو، بقى غادي نيشان نيشان تا خرج من ديك البوابه وخرج على برا، وبقى كيساين صاحبه باش يخرج، وبقى كيساينو حتى عيا، ولكن غبر ليه الاثار. صاحبه ما عاودش خرج، وفعلا مشى رجع للدار وداز تقريبا شهرين على هاد الحادثه هادي. واحد النهار غادي يسمع الجريدي ان البغدادي راه كاين في بيتو، ولكن يلقاوه فيه الدود والضلوع ديالو محيدين من بلاصتهم. فعلا واحد الامر اللي غريب جدا. اذا اخوتي هذه هي القصه ديالنا ديال هذا النهار، قصه ديال الجريدي، قصه مرعبه بزاف. الا عندك شي قصه اخرى خليها لنا في لي كومونتير، وخلينا واحد لايك ضروري اخوتي، واللي مشتركش يشترك معنا في القناه باش ديما نجيب لكم من جديد ان شاء الله. راه بكم نتوما باش كنستمروا ان شاء الله في تقديم المحتوى وتقديم القصص. اذا بيس ليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.